تعرض طفل سوري لاجئ في تركيا للضرب بقسوة من قبل مدير فرع تابع لسلسلة مطاعم برجر كينج في أحد أحياء اسطنبول لأنه أكل بقايا البطاطس المقلية التي تركها أحد الزبائن. تسبب الحادث الذي وقع في فرع المطعم بحي شيرين إيفيلا باسطنبول بردود فعل غاضبة تجاه المطعم بعد أن قام شهود عيان بنقل الخبر والصور للطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طفل لاجئ سوري في تركيا دخل المطعم في يوم أربعاء حوالي الساعة 10 مساء، ومدير الفرع المدعو أمير حذر الطفل من دخول المطعم وشده من ذراعه ودفعه للخلف وصفعه على الوجه عدة مرات، مما نتج عنه نزيف من أنف الطفل، فانزعج عملاء المطعم والمارة من هذا الفعل. والتقط البعض صورا للطفل وقاموا برفعها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضا منهم دعا إلى مقاطعة سلسلة المطاعم تلك. وأظهرت الصور التي تم تبادلها على موقع تويتر طفلا جالسا على الدرج وبجانبه محارم ورقية عليها دماء جراء الضرب المبرح الذي تعرض له وبسبب رد الفعل العنيف للجمهور. قالت شركة الأغذية التي تمتلك ترخيص سلسلة مطاعم برجر كينج في تركيا في بيان لها الجمعة أنها طردت مدير الفرع بعد مهاجمته للطفل السوري اللاجئ. وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة الجمهورية اليومية التركية مقاطع منها نعلن نحن شركة تاب للأغذية عن عميق أسفنا للحادث المؤسف الذي وقع بأحد فروعنا. وأضاف البيان: نود أن نؤكد أن هذا الحادث غير مقبول، أنه تم طرد مدير الفرع المذكور. وعندما سئلت الشركة عما إذا كانت ستقوم بتعويض الطفل السوري اللاجئ الذي تعرض للضرب، قال مسؤول برجر كينج إن طرد مدير الفرع يعتبر كافيا في مثل هذا الوضع. وأضافت الشركة: لدينا حوالي 10,000 موظف، يكفي أن ننهي عقد الموظف المسؤول عن هذا الحادث.